ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده هنكمل مع بعض الديزاين سيستم. هنشوف مع بعض ازاي بنعمل الفونتس بتاعتنا وبنقسمها على حسب الاستخدام. تعالوا نشوف مع بعض. فانا هاخد عملناه في الفيديو اللي فات السبيسنج وهحطه هنا. مش محتاج كل الحاجات اللي جوه دي، فانا همسح الباقي ده كله. مش محتاج كل ده. فهاجي هنا هعرفه ان ده الفونتس بتاعتي. هاجي هنا هقوله ان دي الفونتس. انا في الفونتس بحتاج اعرف هما حاجات معينة. بحتاج اعرف له التوكن بتاعي زي كل الحاجات اللي عملناها قبل كده. محتاج اعرف له حجم الفونت سواء بالريم او بالبيكسل، بس انا هحط له الاتنين. عايز احط له example، عايز احط له الفونت فاميلي، وعايز احط له حجم الفونت. يعني مش حجم الفونت، يعني السمك بتاع الفونت، هل هو بولد او هو هل هو ريجولار، هل هو سيمي بولد. تعالوا نشوف مع بعض ازاي بنقسم الحاجات دي. فانا بستخدم هما 3 توكنز اللي بستخدمهم في الفونت بتاعي: تايتل، سب تايتل، و كوبي. الكوبي اللي هو بيبقى التكست العادي، الباراجراف العادي اللي بكتبه في الويب سايت. وممكن استخدم كوبي بولد لو انا بستخدم فونت بولد للزراير. تعالوا نبدأ مع بعض. اول حاجة هعرف له ان التوكن اسمه تايتل. توكن التايتل انا بستخدم بيكون 64 بكسل، اللي هو فيما يعادل 4 ريم. فانا كده حددت له التوكن وحددت له الريم وحددت له البكسل. هحدد الفونت فاميلي. الفونت فاميلي اللي انا بستخدمها في البروجكت دوت بتكون اللي هي اسمها مونتسيرات. وهعرفه الفونت ويت اللي هو سمك الفونت، اللي هو هيكون بولد بالنسبة للتايتل. وهاجي هنا هديله example. هاجي هقوله الاكزامبل هيكون مثلا لورم ابسم اي كلام. وهاجي هنا هعرف له في التايبوجرافي، هنا هعرف له الحاجات اللي انا اخترتها هنا. فانا هاجي هنا الفونت فاميلي اهي عندي مونتسيرات. هاجي هنا هعرف له ان هي بولد زي ما انا كاتب، وهعرف له الحجم بتاعها اللي هو 64 بكسل. زي ما احنا شايفين هو خرج بره بره الحجم. فانا هاجي هنا اعمل له في الكونتينر. ممكن اخلي الكلمة اصغر شوية، تيست مثلا، او خليها ABC. خليها AB معلش، خليها AB. انا كده حددت التايتل بتاعي. غير التايتل انا بستخدم سب تايتل. سب تايتل بيكون عنوان جانبي. بستخدم السب تايتل فونت بيكون 24 بكسل، او فيما يعادل 1.5 رم. بيكون نفس الفونت فاميلي مونسيرات، بس هخليه سيمي بولد بدل ما هو بولد. هاجي هنا هخلي ده سيمي بولد، هخليه 24 بكسل. حاسس ان 24 هتكون صغيرة قوي بالنسبة للتايتل، فممكن اخليها 32. وممكن اخلي ده 2 رم. وممكن هنا نزودها 1. حاسس ان كده احسن شوية. بعد كده التوكن التالتة عندنا وهي الكوبي، اللي هو بيكون التكست العادي بتاع الويب سايت. ده انا بستخدم 16 بكسل فيما يعادل 1 رم. ودوت بيكون الديفولت بتاع اي ويب سايت، مش بتاعي انا شخصيا، بتاع اي ويب سايت عموما هو بيبقى 16 بكسل. الفونت ويت هتكون ريجولار. هاجي هنا هقول له ريجولار وهخلي ده 16 بكسل. واخر حاجة، اخر توكن عندنا هيكون كوبي، بس هخليه بولد. دوت
لاستخدام الزراير او لاستخدام alert او warning، اي حاجة من الحاجات الجانبية غير البادي العادي. ده هيكون نفس الحجم وهيكون 1 ريم و16 بكسل، نفس الفونت فاميلي. انا بس هخليه بولد بدل ما هو ريجولر. هاجي هنا هخلي ده بولد. انا مش محتاج اكتر من كده في الفونتس بالنسبة لي انا كالاستخدام اللي احنا هنستخدمه في المشروع اللي هنعمله مع بعض ان شاء الله. كده نكون شوفنا مع بعض ازاي بنحدد الفونتس بتاعتنا. كده فاضل لنا الايكونز، هنشوف مع بعض في الفيديو اللي جاي ان شاء الله الايكونز بتاعتنا اللي هنستخدمها في الديزاين سيستم، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.